تخيل حياتك اللي انت عايشها كلها تطلع مجرد كابوس لحد تاني. المكان المنصورة، بالتحديد في شارع الترعة. الزمان بقى سنة 2009. بنشوف ساعتها ولد عمره 9 سنين اسمه طه. هو بيحاول يبهر صديقته في المدرسة اللي اسمها إيمان، وبيقول لها: يا إيمان، أنا بحلم أحلام كتيرة أوي وغريبة. بحلم إني راجل كبير وعجوز زي جده كده بالظبط، وببقى مش قادر أمشي، وببقى لابس جلابية وطربوش كده زي بتاع الأفلام، وببقى متجوز وعندي ولدين صغيرين اسمهم حازم ونعيم، ومتجوز ست جميلة وطيبة كده اسمها نادية. إيمان طبعا ما بتاخدوش بجد، وبتفتكر إن هو بيضحك عليها أو بيقول لها كده بس عشان يلفت نظرها زي كل الأولاد في السن ده. وساعتها إيمان بتسيبه وتروح تلعب مع صاحبهم التالت حسام. بس المشكلة إن طه ما كانش بيكدب. طه فعلا كل يوم بيحلم بحياة كاملة لراجل عجوز وغريب وكأنه عايش في الستينات، والأحلام بتبقى متتابعة، يعني أحداثها بتكمل بعض كأنه مسلسل. وطه كان مستمتع بالقصص اللي بتحصل له دي، الحلم والمسلسل اللي موجود معاه كل يوم وبيتعرض له هو لوحده بس. المشكلة هنا بقى إن طه هو طفل، ومهما قال محدش هيصدقه وهيفتكر إن هو طفل بيحاول يعمل كده عشان يلفت نظرهم وبس. وهنا بنتنقل بقى للوقت الحاضر، وبنوصل لزماننا ده. طه كبر وبقى مهندس برمجيات قد الدنيا، وشغال في شركة كبيرة مع صديقه حسام، ونسى الأحلام اللي كان بيحلمها هو صغير وما عادش بتجيله أساسا. ودلوقتي هو وإيمان بيجهزوا شقتهم. أيوه، صديقة طفولته بقت حبيبته وخطيبته، وقريب جدا هتبقى مراته. حياة طه كانت مستمرة وجميلة، وأي شيء بيتمناه بيلاقيه تقريبا، لحد يوم 23/1/2026. واليوم ده اللي بتتغير فيه حياة طه للأبد، لأنه بيكون يوم عيد ميلاده. طه وأصحابه كلهم بيحتفلوا بيه سوا بعد ما كانوا عاملين له مفاجأة في بيته. وطبعا باباه ومامته وخاله حازم، وأهم ناس حسام صديق عمره وإيمان خطيبته. وبعد اليوم ما خلص، إيمان بتديله الهدية بتاعته وهو بيبقى مبسوط قوي بيها، وحسام طبعا بيقطع حوارهم ده ويقول: أيوة يا عم، الله يسهل لكم. طه بيضحك وبيودعوا بعض كلهم، وكله بيروح، وطه بيدخل ينام. وهنا بقى وبعد أكتر من 15 سنة، طه بيرجع يحلم أحلامه عن الراجل العجوز تاني. بس المرة دي بيبص على النتيجة، وبيلاقي التاريخ 23/1/1966. وبيلاقي نفسه بيقوم يكتب حاجة بسرعة في ورقة كأنه خايف ينساها. وبيكتب في الورقة دي: ناس بتتكلم مع بعض في حتة حديدة بتنور ويقولوا عليها تليفون محمول، وعيال صغيرة بتلعب في كراريس شبه التلفزيونات، وساعات كده صغيرة بتنور وبيتكلموا بعض فيها وبيسجلوا فيها. وساعتها بينادي على مراته نادية ويقول: يا نادية يا نادية. نادية بترد عليه: أيوة أيوة يا سي محمود، في إيه؟ محمود بيقول لها: تعالي تعالي، أنا حلمت بحاجات تانية جديدة النهاردة. يوه، تاني يا سي محمود؟ دي أحلام يا حاج. المرة دي الحلم كان مختلف، أنا شفت حاجات مستحيل تكون حلم، تفاصيل صعبة أنساها. أنا شفت حتة حديدة ماسكها في إيدي، وحتة الحديدة دي كان موجود فيها التاريخ، ولقيت عيال كتير ماسكينها وبيلعبوا بيها. وبعدها بيمسك القلم وبيكتب تاريخ في الورقة: 23/1/2026. بعد كده طه بيصحى من النوم، والمرة دي طه كبير ومدرك إن الحلم ده واضح قوي إنه يكون حلم عادي أو أضغاث أحلام زي ما بيقولوا. أول ما بيصحى من النوم بيروح يفطر مع مامته وبيسألها عن الأحلام اللي كانت بتجيله وهو صغير. فبيقطع حديثهم خاله ويقول: أحلام إيه؟ فنعيمة والدة طه بتقول له: أحلام، كان بيحلم أحلام كده غريبة وهو صغير، والأحلام دي كنت مخبيها عليكم عشان ما تقولوش عليه إن هو عبيط ولا تتريقوا عليه ولا حاجة. وبعدها طه ونعيمة حكوا لخاله حازم كل حاجة حصلت وكل الأحلام اللي كان بيشوفها. وساعتها حازم وشه قلب ألوان وقال لطه: أنت متأكد من الكلام ده؟ بعد كده جمعهم 200 وقعدهم جنبه وحكى لهم عن جده اللي كان لما وصل كده لحد 50 سنة بدأ يحلم بأحلام غريبة، كأنه بيشوف حاجات من المستقبل، وكأنه شاب في العشرينات وبيجهز لجوازه. وبقى يشوف اختراعات من سنة 2020 و25 زي الموبايلات والتلفزيونات والتليفونات التاتش والساعات الذكية والحاجات دي، ويصحى من النوم يكتبها في ورقة. والموضوع وقتها زاد عن حده قوي،
بس جدتي خبت علينا وخبت على الناس كلها عشان ما يقولوش عليه إنه مجنون، زي ما أنت عملت كده مع ابنك بالضبط يا نعيم. طه ساعتها اتجمد، ده تقريبًا اللي بيحصل له، لكن بالعكس طه بيحكي عن أحلام في الماضي والجد بيحكي عن أحلام في المستقبل. طبعًا طه وصل لنظرية أي حد فينا هيوصل لها دلوقتي، هو إن بيحلم إنه جده، وجده في الماضي بيحلم إنه هو في المستقبل، وأكيد جده شاف اللي شافه طه في حياته. طه قام من مكانه وقال لخاله: هو جدي كان بيكتب الكلام ده ويرميه والّا بيوديه فين؟ خال طه قال له: مش عارف، بس هو كان بيعين كل حاجة وكل ورقة تخصه في المكتبة بتاعته في المكتب بتاعه، والمكتب ده لسه موجود في شقتنا القديمة اللي موجودة في شارع الترعة زي ما هي من يوم ما مات، ومحدش فتح الشقة ولا جه يمها. طه قرر يروح هناك، وبالفعل طه قرر يكلم صاحبه وخطيبته ويحكي لهم على كل حاجة، وياخدهم الاتنين ويروح تاني يوم ويدوروا لو في ورق جده سايبه أو حاجة. واليوم بيعدي والليل بيجي وطه بينام تاني، وطبعا حلم تاني، بس الحلم المرة دي كان مرعب. شاف جده محمود وهو بيجري، صاحي من النوم بيجري ويكتب في ورقة: الجن، الحرب، الكهرباء هتقطع، العالم هيبقى ضلمة، أحفادي هيموتوا، طه طه. بعدها طه بيصحى مفزوع من النوم ومخضوض، بيغسل وشه يا دوبك وبياخد شنطته، بيقابل إيمان وحسام ويروحوا على الشقة من غير ما يفطر ولا يقول لأمه. أول ما بيدخلوا الشقة طه بيحس بالحنين كأنه عايش واتربى هنا، مع إنه ولا مرة جه الشقة دي، تعتبر دي أول مرة يدخل برجله الشقة. بعد كده إيمان قالت: يلا يا جماعة كل واحد يدور في حتة لغاية ما نلاقي الورق ده. لكن طه سكتها واتحرك ببطء ناحية أوضة كده وفتحها، وفتح درج في المكتب معين كده كأنه عارفه وحافظه وكأنه شاف ده قبل كده في حلمه. وفتح الدرج ولقى جواه مجلد كبير كده مكتوب عليه: إليك يا طه. طه فتح المجلد وبدأ يقرأ وسط ذهول من إيمان وصاحبه حسين: ازيك يا طه، أنا جدك محمود، كتبت لك الكلام ده لأني عرفت من أحلامي إني مش موجود في دنيتك. ساعتها خمنت إني هموت قبل ما تتولد، فقررت أسيب لك الرسالة دي، وعرفت برضو إنك هتيجي هنا وهتدور عليها، وسبتها باسمك عشان تقرأها. أنا مش هطول عليك يا ابني، هقول لك كل اللي حصل واللي هيحصل باختصار. أنا لما وصلت سن ال50 كده بقيت أشوف أحلام غريبة كأني عيل صغير، وأشوف حاجات متطورة عمري ما شفتها ولا عمرها ممكن تكون موجودة في العالم بتاعي. الأول طنشت وقلت دي أحلام، لكن لما كانت بتتكرر كأنها قصة بتكمل بعضها، وكأن كل حلم حلقة في وسط مسلسل طويل، وعرفت إن اللي بشوفهم دول أحفادي وأولادي، فرحت قوي وبدأت أركز مع الأحلام. كل حاجة كانت طبيعية في حياتك وكانت حلوة، كنت منبهر بالحاجات اللي اخترعتوها، كنت مبسوط قوي إني بشوف أهلي لما يكبروا. لحد سنة 2026 كل حاجة اتغيرت، الدنيا الجميلة بتاعتكم دي خربت، كل حاجة وقعت على دماغكم. اسمع يا طه، الكلام اللي هكتبه ده إن عمر أي حد ما يسمعه ويقول إني عاقل أو يصدقه، إلا لو مر باللي أنا مريت بيه، وأنا عرفت من أحلامي إنك مريت باللي أنا مريت بيه. وساعتها الجد كمل وقال: سنة 2026 العالم بينتهي وبينهار. هتقول ازاي؟ زلزال، حرايق، قنبلة نووية، قنبلة ذرية؟ هقول لك لا، بأغرب حاجة ممكن تشوفها. أنا شفت في أحلامي في البداية إنكم معتمدين على كل حاجة، على الكهرباء والموبايلات اللي معاكوا دي والإشارات اللي بتطلع منها، وكل حاجة تقريبا شغالة بتكة زرار، ودي كانت نهايتكم. حصلت حاجة كده، قنبلة فجرت الكهرباء مرة واحدة، كل حاجة بتشتغل بالكهرباء باظت. قنبلة كهرومغناطيسية تقريبا أو حاجة كده. بعد كده المية بقت مسموم، ولأن مفيش أخبار ولا وسائل اتصال محدش فيكم عارف إن المية مسممة ولا عارف يبلغ العالم، وبقت كلكم بتموتوا من المية. بعد كده انتشرت الأوبئة والفيروسات بتتنشر بسرعة بسرعة بسرعة، لأن كلكم كنتم معتمدين على الأجهزة دي في كل حاجة. محدش عارف يعالج ولا حد يعرف الأمراض دي بسبب إيه أو المية مسمومة ليه. وبدأ بالتدريج كل البشر يموتوا، مبقاش فاضل غير شوية قليلين قوي، كل عيلة مستخبية مع شوية من قرايبهم وجيرانهم في بيت لوحدهم، لحد ما بتخرج فجأة من تحت الأرض مخلوقات غريبة وعملاقة وضخمة شكلها مخيف، وبيقولوا على نفسهم إنهم جن الأرض، وإنهم بيعلنوا إنهم هيسترجعوا أرضهم اللي سرقناها منهم من زمان، وبيخلصوا على البشر الباقيين. وساعتها مش بشوف أحلام تاني. أظن أنت عارف ليه وعارف ده معناه إيه. الرسايل اللي أنا سايبها لك دي عشان تعرفك الحقيقة يا طه، مش عشان تحل حاجة. مفيش حل للمستقبل، أو أنا مشوفتش حل في أحلامي في المستقبل.
وفرحان ان انا مت قبل اليوم ده. طه خلص كلامه والكل انصدم، الكل اتمسمر مكانه حرفيا. ايمان وحسام قالوا يا مالك يا طه في ايه؟ ده اكيد يعني جدك بيعمل فيك مقلب ولا حاجه، ولا الراجل كان كبر ولا حاجه وبدا يكتب تخاريف. لكن طه ما ردش على اي حد فيهم، لم المجلد والورق الموجود ولم حاجته ونزل في سكات. وبعد ما مشي بشويه وهو ماشي في الشارع، فجاه الموبايلات والكهرباء وكل حاجه بتفصل. بس كده وبتخلص هنا قصتنا. اتمنى تكون عجبتكم، واتمنى تكون المره دي مختلفه عن كل مره. ولو عجبتكم القصه اكيد 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 هتمنى تعملوا لايك وسبسكرايب وكومنت، وتتمنوا يبقى في جزء تاني ونكمل احداث طه مع اللي هيحصل في نهايه العالم ولا لا. بس كده، واتمنى تبصوا بصوا على الفيديوهات اللي فاتت وتبصوا على الفيديوهات اللي جايه وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا الجديد اول باول. سلام.